السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوم جديد من أيام طباخة مصرية. النهاردة إن شاء الله معانا شوية أفكار حلوة جدا. هنتعرف مع بعض إزاي نحتفظ بالكحك اللي احنا كنا عاملينه الفيديو اللي فات، وهنتعرف مع بعض إزاي نعمل بسكوت العيد بطريقة اقتصادية. عملنا مع بعض السمنة النباتين، حولناها لسمنة بلدي طبيعي علشان تدينا النتيجة المظبوطة في نواعم العيد. وهنتعرف برضو ازاي نحتفظ ببسكوت العيد لو انت عامله كميه كبيره من نواعم العيد، ازاي تحتفظي بيها بالطريقه المظبوطه، وازاي تعملي كل نواعم العيد بافكار اقتصاديه وبطرق بسيطه جدا والنتيجه مبهره باذن الله. تابعوا معايا الفيديو وان شاء الله تستفادوا من الافكار اللي موجوده فيه. وكمان هنتعرف مع بعض ازاي لو انت ملخومه في عمايل الحلويات بتاع العيد، ازاي تقدري تعملي فطار سهل وسريع وكمان اقتصادي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف يومنا النهارده مش ازاي. اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي والجأ الى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. انا جبت علبة بلاستيك كده تكون محكمة الغلق، وحطيت فيها كيس من الاكياس كده اللي هي النظيفة، كيس جديد كده يكون نوعية كويسة، وحطيته فيها وابتديت ارص الكحك بتاعي جنب بعضه كده، علشان احنا عاملين طبعا الكحك دايب كده وجميل. مش قادره اقول لكم، اللي ما جربش الكحك بطريقتنا النهارده فايته كتير جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه بطريقتنا، لان الطريقه هتعجبكم جدا باذن الله، وكمان بسيطه وسهله وما خدتش معانا وقت ولا مجهود. بعد ما رصيت كل كميه الكحك جنب بعض، قمت قافله الكيس من فوق، وبعد كده قافله العلبه كويس جدا باحكام، وبعد كده هحطها في مكان يجيد التهويه. الفيديو اللي فات ما وريتكوش بقى ازاي الكحك بتاعنا ناعم ودايب وجميل وبيتفتفت معانا. شايفين ما شاء الله حلو جدا وتسويته تحفة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه بطريقتنا النهاردة وان شاء الله هيعجبكم جدا باذن الله. شايفين ما شاء الله. حطيت برضو بقية الكمية بتاعتي في علبة اصغر برضو، يعني لو انت عاملة كمية صغيرة تقدري تحطيها في علبة من علب التلاجة دي، وبرضو تحطيها في كيس. الكيس بيحافظ عليها وبيخلي الكحكايه كده محتفظه بقوامها، ولا تنشف ولا تطرى معاكي.